قبل يوم فاز نادي الهلال على نادي النصر ب2-0. ماذا أقول؟ كنا نتوقع أن يفوز نادي النصر كما حدث مع إنتر ميامي، لكن تبين أن نادي الهلال صعب المنال. أكثر ما يعجبني في المباراة هي الافتتاحية، من الاحتفالات والمؤثرات البصرية والألعاب النارية. من الآخر الاحتفالات متعوب عليها، حتى أنهم أحضروا المصارع الشهير أندرتيكر ليمثل المباراة. سيطر الهلال على مجريات اللعب منذ بداية المباراة. تكتيك طريق سعود كان جيدا، تمكن من مراوغة اللاعبين ليمرر الكرة ليسجل سيرجي الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد نصف ساعة منذ بداية المباراة. في وسط المشاحنات بين الفريقين، في جهة فريق الهلال سالم كان يملك فرصة ذهبية لتسجيل الهدف. الدفاع معزول، حارس المرمى وحيد، حارس المرمى بعيد عن مرماه. سالم لم يضيع الفرصة وسجل الهدف من بعيد. أداء الهلال كان جيدا منذ بداية المباراة، لكن في الشوط الثاني ركزوا أكثر على الدفاع. سدد كلا الفريقين عدة محاولات وكنا نتمنى أن نرى أهدافا أخرى، لكن لم يكن الشوط الأول بنفس متعة الشوط الثاني. تصدى ياسين بونو لجميع ركلات الفريق المنافس. دفاع الهلال كان قويا، لم يسمعوا حتى لرونالدو بالتسجيل. وبهذا يفوز الهلال السعودي بكأس موسم الرياض برعاية أندرتيكر. هنيئا للفريقين، المباراة كانت رائعة. هذا في موسم الرياض. ننتظر نتيجة النهائي في كأس آسيا. إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو بعد مباراة الأردن وقطر، أخبروني بالنتيجة. هذه هي نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها محتوانا. أعانكم الله بالخير والسلام. الدوسري الهربة، سالم الدوسري ينطلق ويمر ويعبر ويسجل ثاني أهداف المواجهة هنا في استاد الأرينا. 2 الهلال 0 النصر. نصف ساعة كبيرة جدا.